كيفية الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص استقالات بكلية الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة ثلاثة، نفى عميد الكلية إدريس بولكعيبات هذه المعلومات جملة وتفصيلا، حيث أوضح المسؤول في تصريح لقناة الجزائر أن رئيس قسم الجذع المشترك أقيل من منصبه ولم يستقل، وذلك بسبب تجاوزات إدارية كان قد ارتكبها سابقا. أما بخصوص رئيس قسم الصحافة فذكر العميد أنه لا يزال يمارس مهامه بصفة طبيعية. كما أكد بولكعيبات أن رئيسة المجلس العلمي تمارس مهامها بصفة عادية في انتظار استكمال التحقيقات بخصوص مصدر هذه الادعاءات الباطلة حسب التصريح. رئيس المجلس العلمي للكلية استقال، وهذا الكلام هذا غير صحيح، لأن رئيس المجلس العلمي ليس، حتى لا أذكر الأسماء، ليس ذلك الشخص الذي ذكر اسمه رئيس قسم الجدع المشترك. وبناء على بعض الشكاوى التي تقدمت بشأن بعض التلاعب فيما حدث في القسم، خاصة في قاعدة البيانات، أتيح تحقيق ومن طرف لجنة مختصة تقنية تفهم في مسألة التعامل مع برنامج السيز. وبالفعل اكتشفنا كل ما سمعنا كان يعني حقيقة بالفعل حصل. أبرم مكتب منتدى رؤساء المؤسسات